الحقيقة موضوع الشريعة وما يقال عنها خارج الإطار البحثي الحقيقي قد يؤدي إلى سوء فهم كثير. إنما ما أستطيع أن أقوله الآن أن الشريعة ممكن أن نقسمها جزئين: الجزء الخاص بالإلهيات والعبادة والصلة بالله أو باليوم الآخر، وهذه أمور لا تتغير. الشريعة نفسها نزلت لمصالح الناس. إذا كانت هناك مصالح للناس لا تتعارض مع هذه الأمور، فمصالح الناس، مصالح الحياة هي المقدمة في هذا الأمر. إضافة الأمر يعني ممكن تكمل. Yes, but forgive me if I push back on that. You say it's in the interest of the people, but if some of the people, a minority, want to be non-believers or want to be gay, how will the Sharia keep them? مصالح الناس، لكن إذا كان هناك جزء من الناس حتى لو صغير يريد أن يكون شاذ أو أن يكون ملحد، فكيف أنتم تعاملون معه؟ الشريعة فيها نص قرآني نازل أنه للإنسان من حقه أن يكفر أو لا يكفر، أن يؤمن بأن فيه وجود إله أو لا يؤمن بوجود إله. هذا أقصى ما يمكن أن تفعله الشريعة، أن أكون في مجتمع مسلم ولا أؤمن أن في إله، أنا حر في ذلك. أنت وليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلما أو من حق المجتمع أن يجبره أنه يؤمن بالإله. نص القرآن يقول: أنت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين. يقول هذا للنبي نفسه. القرآن يقول للنبي: ليس من حقك أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.